يوم في حياة بنت بتحاول تكون أفضل نسخة من نفسها، الجزء الأول. فاكرين الفيديو اللي فات اللي قضيت فيه يوم من أفشل أيام حياتي؟ النهاردة بقى هشارك معاكم اليوم اللي حسيت فيه إني بقيت مسيطرة على نفسي. أول غلطة عملتها في اليوم اللي فشلت فيه إني ما كتبتش ولا رتبت من بالليل المهام اللي عايزة أعملها، علشان كده قررت أكتب كل المهام اللي عليا بوضوح لليوم الجاي. أحيانا بكتب المهام على التودو ليست اللي في اللاب، أو أحيانا بكتبها على ورقة، بس عمري ما اكتبها على التليفون. ومش هكتب لستة مهام قد طولي، لا، كتبت بس 3 مهام أساسية لازم أعملهم علشان أحس إن يومي كان ناجح، وحاجات ثانوية كده لو ما حصلتش مش هزعل. كده كتبنا المهام. وتاني غلطة عملتها في الفيديو اللي فات إني نمت والموبايل جنبي، وده طبعا خلاني أسهر لوقت متأخر، فقررت أحط الموبايل بعيد عني خالص، مكان ما أقدرش أوصله، أو هقدر أوصله أكيد بس هكسل. أنا عندي درج في مكتبي فيه مفتاح، فقررت أحط الموبايل فيه واشيل المفتاح فوق الدولاب. متخيلين مدى الصعوبة؟ وطبعا لما جيت انام ما لقيتش الموبايل جنبي، فده خلاني احس بملل رهيب وما كنتش عارفة اعمل ايه، فاضطريت انام. وبالتالي صحيت تاني يوم حسيت بنشاط غريب، وده لاني ما فتحتش الموبايل قبل النوم. والحمد لله لحقت صلاة الفجر وحضرت فطار خفيف كده صحي نوعا ما. طبعا مش كل يوم بفطر كده، ومش عايزة اكون مثالية، عايزة اكون افضل نسخة من نفسي. وحضرت لبس الجيم، وبعدين نزلت الجيم. كان عندي النهارده تمرينة شيست وتمرينة ليج، ورجعت ما كنتش حاسه بالتشتت او الضياع، لان كل حاجه كنت عارفاها من الليله اللي فاتت. وطبعا قبل ما ابدا اذاكر او اتعلم ما ينفعش العدو اللدود اللي هو التليفون يبقى معايا، فاديت الموبايل لمامتي وقلت لها خليه معاكي لحد ما اخلص اللي عليا وابقى اخده منك، عشان في الوقت الحالي انا لسه في البدايه وما عنديش سيطره على نفسي. تالت غلطه عملتها في الفيديو اللي فات اني كنت بقوم كل شويه من على المكتب، وده كان بيفصلني، فبدات المذاكره بطريقه البومودورو. واللي مش عارف الطريقه دي، هي انك تركز 25 دقيقه على مهمه واحده من غير ما تقطع أو تقوم من على المذاكرة، وبعدين تاخد 5 دقايق بريك، وكل 4 جلسات تاخد بريك أطول. الطريقة دي بتخلي عقلك مركز أكتر، وبتخلي اليوم كله منظم ومنتج. رابع غلطة يا سيدي والأخيرة، إن كنت بسمع لعقلي وبسيبه يضحك عليا، لكن المرة دي أنا اللي ضحكت عليه. أول لما قال لي أنت محتاجة تشربي شاي عشان تعرفي تذاكري، زي ما عمل معايا الفيديو اللي فات، ورغم إني ما كنتش بحب الشاي، بس هو جمله في عيني وحسسني إني صناعية. بس المرة دي أنا اللي ضحكت عليه وقلت له طب إيه رأيك لو خلصنا اللي علينا وذاكرنا الكام ساعة دول، هكافئك بأحلى آيس كوفي. وفعلا الخطة نجحت، ووفيت بوعدي علشان هو كان شطور وبيسمع الكلام. عبيط عبيط. وطبعا بعد ما خلصت كل اللي كنت عايزه اعمله، اخدت من ماما الموبايل، وكان لسه اليوم طويل ولسه قدامي وقت استغله صح، وحسيت بفخر غير طبيعي. وبعد ما خلصت مذاكره قلت لما اروق على حالي شويه، فشغلت فيلم واتفرجت عليه. وصدقوني لما تبقوا منظمين وتعرفوا تتحكموا في وقتكم ومشتتاتكم، هتحسوا بنفس النشاط والحيويه. وما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك في الكومنتات. سلام.